انا كاهلاوي اتخنقت جدا من جمهور الاهلي، مش علشان بيزعل لما بيخسر ماتش او بيخسر بطوله. بص معايا كده وتعالى نفكر سوا. هتلاقي ان احنا كل فتره بنختار لعيب ونقرر ان هو سبب كل المشاكل في النادي، ونبدا نعمل عليه حمله بنفسنا ومن جوانا. والموضوع مش جديد، ارجع معايا بالزمن كده وفكر. هتلاقي مثلا نبدا من عند كريم نيدفيد، لعيب جمهور ناديه يطلع منهم شاب ظريف يقرر يحطه على ابلكيشن لبيع البضاعه المستعمله. متخيل نفسيه لاعب زي ده توصل لايه؟ تعال نسيب كريم نيدفيد ونبص احنا بنعمل ايه مع محمد هاني. محمد هاني واحد من كباتن النادي الاهلي وواحد من كباتن منتخب مصر. جمهور الاهلي في منه شريحه مش صغيره مسمياه الناشئ الثلاثيني، او اللاعب اللي هيبطل ويعتزل وهو لسه ناشئ او بعقليه ناشئ. بذمتكم بعد كل المباريات اللي بيعملها محمد هاني والاداء الممتاز اللي بيعمله محمد هاني قصاد نجوم العالم، تقدر تقتنع ان اللي بيتكلم ده فاهم كوره او نيته بريئه؟ ما هو يا فاهم كوره فنيته مش بريئه، يا مش فاهم كوره فما ناخدش على كلامه. حتى مروان عطيه اللاعب اللي جه وكلنا انبسطنا بوجوده وانبسطنا بادائه ما سلمش. اول لما الكيرف بدا بس يهتز، كل الناس او بلاش نقول كل الناس، الشريحه اياها استلمته. ويا ريتهم الاستلام بتاعهم ده بيكون نقد فني. لا لا لا، ده احنا ما عندناش مشاكل خالص ان احنا نوصل الامور لبيته ولزوجته. كابتن التيم، كابتن النادي الاهلي، الراجل اللي شال حراسه مرمى النادي الاهلي في وقت ما كانش سهل، وقعد فتره مش صغيره بيحرس مرمى النادي الاهلي بكفاءه، خصوصا ان ما كانش في حد قريب منه في المستوى. فجاه وبدون اي مقدمات، اول لما الناس حست ان في لاعب جيد ممكن يشيل مكانه، ايه اللي حصل؟ ايدك قصيره، اعتزل، كفايه، انت ما اشتريتناش. هو انت عشان اشتريت الاهلي المفروض تبيع وتشتري فينا؟ كل طريقه من الطرق اللي تخلي الناس دي تطفش. بيئة النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي أصبح طارد للنجوم، مش جاذب للنجوم زي ما كان طول عمره. تريزيجيه ابن النادي اللي سافر وكل مرة كان بينزل فيها ويعمل لقاءات جمهور الأهلي كان بيتغنى بأخلاقه وانتمائه وإمكانية وجود الراجل ده مرة تانية في نهاية مشواره. الراجل جه بالفعل بس ما سلمش، ده أناني، ده بيلعب لنفسه، ده ما بيفكرش في مصلحة الفريق. ونسيوا تماما ان هو اكتر لاعب مؤثر في الموسم اللي فات. زيزو بقى اللاعب اللي جه بحمله جاهزه من جمهور المنافس علشان تكرهنا فيه. والجميل بقى ان احنا بدل ما ندعمه ونزقه لقدام زي ما هم كانوا بيعملوا، احنا بقينا نشده لورا زي ما هم بيعملوا دلوقتي. تفتكروا دي عقليه جمهور تخليني مبسوط؟ انا ما بعممش، لكن بقول لك ان احنا بقينا جمهور خطر على فرقته وخطر على لعيبته، ولازم نقف وقفه كويسه مع نفسنا علشان نحافظ على فرقتنا. فكر كده كانك جمهور للمنافس، تفتكر هو هيبقى عايز ان جمهور الاهلي واثق في لعيبته، بيحمي لعيبته، بيدعمهم ويزقهم لقدام، ولا هو مبسوط جدا بالسيناريو اللي بيحصل من شريحه مش صغيره من جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا؟ تعالى بقى نتكلم في جزئيه محدش كتير بياخد باله منها. انت لما بترفض اللاعب ولما بتدوس عليه وبتخليه يفقد الثقه في نفسه وبتخلي الاداره تفقد الثقه فيه، انت هنا بتعمل حاجتين اوحش من بعض. الحاجه الاولانيه انك بتخلي اللاعب مستواه فعلا يقل. الحاجه التانيه انك لما حتى هتعرضه للبيع كاداره هيبقى مستواه قليل والناس كلها شايفه ان انت ما عندكش رغبه فيه، فابو قرشين هيتعرض عليك فيه قرش ونص قرش كمان. فانت من الاخر كده بيتم استنزاف النادي الاهلي فنيا وماديا، وبايدينا احنا، بايدين جمهور النادي الاهلي.